بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل على سيدنا محمد الذي سلم عليه هجر وسبح في كف الأصوات وانفجرت من بين أصابعه الصفا. اللهم صل عليه صلاة تلين بها قلوبنا حتى لا تكون كالحجارة أو أشد قسوة بل تكون صلبة في الحق رقيقة في الرحمة. اللهم اجعل كلماتي ثابتا كالجبال نافعة كالمعادن خالصة لوجهك الكريم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من تلألأ نوره كالجوهر النفيس من تلألأ نوره كالجوهر النفيس وأداء هديه كالياقوت في عتمة النفوس. اللهم صل عليه صلاة تجعل بها بصائرنا صافية كالبلور وتثبت بها محبته في قلوبنا كالنقش على الحجر لا يمحو الزمان. اللهم اجعل علمنا راسخا متينا وصدقنا دائما سمينا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من أعلن الله عليه قلوب القاسية حتى صارت كاليانبي ومن سبات بين أنامله سم الصقور. اللهم صل عليه صلاة تجعل كلامي راسخا كعصر الجبال ونفعة جاريا كماء الزلال. اللهم كما ثبت الأرض بالرواسي ثبت أقلامنا على الحق واجعل حروفنا جواهر تهدي الحائرين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد من كان يحب الطيبات الرزق ويشكر الله على جنى العرض والثمار الجنة. اللهم صل عليه صلاة تجعل كلامي حلوا كالرطب نافعا كالزيتون مباركا كالرمان. اللهم كما أخرجت من بطن الأرض سماء مختلفا ألوانها أخرج من سطور هذا الكتاب ثمارا للأكل وخزاء للروح. واجعل حياتنا روضة من المحبة والوفاق. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الطيب الأصل زكي السمر الذي كانت أخلاقه أحلى من الجنى وأطيب من المسك
اللهم صل عليه صلاة تجعل بها علمنا شجرة طيبة أصلها ثابت وفروها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربنا. اللهم ارزقنا حلاوة القول وبركة الفعل واجعل كل حرف نكتبه ثمرة يستفيد منها كل شاعر إلى معرفة. آمين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد مداد الكلمات وبحر المكرمات الذي جاء بالحق كالشمس تضيء اللجج الظلمات. اللهم صل عليه صلاة تجعل أفكاره العلالية منزومة وحروفي سهبا بالخير مرقومة. اللهم كما سخرت البحر لتجري الفلك فيه بأمرك سخر لكتابي هذا قلوبا تقبله وروحا ترتوي من عزم فراته. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.